هاد السيمانة المغرب عاش واحد من أكثر الأسابيع اللي هز الرأي العام. عشرات الشباب وحتى بنات اختاروا يرميو راسهم في البحر ويحاولوا يوصلوا لإسبانيا سباحة. شفنا فيديوهات صادمة وشفنا حتى فتاة مغربية مني وصلت للسبتة رفعت إشارة النصر، وهذا المشهد قسم آراء المغاربة. لكن السؤال الحقيقي هو علاش دابا بالضبط؟ شنو اللي تبدل؟ وشنو السبب اللي خلى هذا العدد الكبير ديال الشباب يخاطر بحياته؟ كاينين اللي كيقولوا السبب هو قرار جديد خرج في إسبانيا. واش بصح هذا القرار هو اللي شجع الشباب على الحريق؟ اليوم غادي نحاولوا نفهموا القصة كاملة. السلام عليكم ومرحبا بكم في عقلية مغربية. إلا رجعنا غير أيام قليلة للوراء غادي نلقاو مواقع التواصل الاجتماعي عامرة بفيديوهات ديال شباب كيحاولوا يوصلوا سباحة إلى سبتة. المشهد كان صادم، شباب كيجري نحو البحر، آخرون كيغامروا بأرواحهم، وعائلات كاملة كتعيش الرعب. السؤال اللي طرحه الجميع هو علاش هاد الموجة جات في هاد الوقت؟ الجواب اللي بدا كينتشر بسرعة هو أن المحكمة العليا الإسبانية خرجت بحكم جديد متعلق بطريقة التعامل مع بعض المهاجرين اللي كيوصلوا عبر البحر. ومن بعد هذا الخبر بدات الإشاعات كتنتشر بسرعة كبيرة. كاين اللي بدا كيقول إلا وصلتي للمياه الإسبانية ما غاديش يرجعوك. هذه الفكرة انتشرت بشكل كبير وسط الشباب وخلات بزاف منهم يعتقدوا أن فرصة البقاء في إسبانيا ولات أكبر من قبل. ولكن خاصنا نكونوا واضحين، هذه الأخبار خاصها ديما ترجع للمصادر الرسمية، لأن قوانين الهجرة معقدة وماشي أي واحد يوصل يعني غادي يبقى. كل حالة عندها إجراءاتها القانونية. ولكن حتى إلا افترضنا أن هذه الأخبار شجعت بعض الناس، راه ماشي هي السبب الوحيد. الشباب اللي كيقرر يحرق غالبا كيكون عايش ظروف صعيبة. كاين اللي سنوات هو كيقلب على خدمة، كاين اللي باغي يعاون عائلته، وكاين اللي فقد الامل في المستقبل بمره. وفوق هذا الشيء كامل مواقع التواصل كتلعب دور كبير. كنشوفوا الفيديوهات ديال الناس اللي وصلوا، ولكن قليل اللي كيهضر على اللي غرقوا او اللي تم انقاذهم او اللي رجعوا بخيبه امل. البحر خوتي ما كيعرف لا احلام ولا اشاعات. غلطه وحده، موجه وحده، تيار قوي، وقد تنتهي القصه بشكل مأساوي. للاسف هاد السيمانه سمعنا على حالات غرق مؤلمه وخسرت عائلات أبنائها بسبب قرار واحد تاخد في دقائق. لهذا أي واحد كيفكر في الحريق خاص يعرف أن الحقيقة مختلفة على اللي كيتروج في الفيديوهات. الطريق ماشي سهل والمخاطر كبيرة بزاف، وفي نفس الوقت هاد الظاهرة خاصها تناقش بجدية. خاص نسولو علاش كيولي شاب في مقتبل العمر مستعد يخاطر بحياته. شنو اللي خاص يتبدل باش الشباب يلقاو الأمل داخل بلادهم بدل البحث عليه وسط أمواج البحر؟ وفي الأخير بغيت نسمع رأيكم. واش كتعتقدوا أن الأخبار اللي خرجت حول القرار الإسباني كانت سببا في هذه الموجة، ولا الأسباب أعمق من هذا الشيء؟ خليو آراءكم في التعاليق. النقاش راه مفتوح للجميع، وما تنساوش تتابعونا في القناة باش توصلوا ديما بالجديد. تبارك الله عليكم.